بيبدأ الفيلم بماري وهي بتجري في الغابة، وبتفضل تجري لحد ما بتوصل عند المقابر، وهناك بتقف وبتفضل تبص حواليها وكأنها بتدور على حاجة معينة. وفي الوقت ده بيكون في حد مستخبي بين الشجر وبيراقب ماري وبيصورها، ولكن ماري بتشوفه فبتخاف وبتجري بسرعة من المكان، فبيجري وراها الشخص ده علشان يمسكها. فبتحاول ماري تجري بكل سرعتها علشان تهرب منه، لكنه بيلحقها وبيوقعها على الأرض وبيسحبها، وبيكون ماسك حقنة في إيده. لكن ماري بتطلع بخاخة وبترش بيها على وشه، فبيتألم الشخص ده وبيطلع سكينة وبيحاول يضرب ماري بيها، ولكن ماري بتتفاداه وبتهرب منه بسرعة، وبتجري لحد ما بتوصل لعربيتها وبتفتح باب العربية علشان تركبها وتهرب. وساعتها المجرم ده بيحصلها وبيلحقها قبل ما تركب العربية، ولكن ماري بتحقنه في رجله بمادة مخدرة، فبيفقد الشخص ده وعيه وبيقع على الأرض. وبعدها ماري بتركب عربيتها وبتمشي من المكان بسرعة، وبتسوق بسرعة لحد ما بتوصل بيتها، وهناك بتدخل الجراج وبتنزل من العربية، فبتطلع بيتها وبتفتح القفل الإلكتروني ببصمة إيديها. وأول ما بتدخل البيت بتكون متوترة وخايفة، وفي اللحظة دي بتفتكر ماري اللي حصل لها من 3 سنين لما كانت مع جوزها روب وبنتها كيلي، وبيظهر إن كيلي بتعاني من إصابة مش بتخليها تقدر تمشي على رجليها بشكل طبيعي. وبتكون ماري عاملة مفاجأة لكيلي، وهي إنهم هيعيشوا في البيت ده اللي كله بيشتغل بالذكاء الاصطناعي، وده علشان تخلي الحياة أسهل على كيلي وتقدر تتحرك في البيت براحتها. وبنعرف هنا إن ماري بتشتغل مهندسة وبتكون شاطرة جدا في شغلها، فبتفرح كيلي بالبيت جدا، وبتفرح أكتر لما ماري بتقول لها إن هي هتقدر تتحكم في كل حاجة في البيت، وده من خلال تطبيق بيكون موجود في الساعة اللي في إيديها. وفي الوقت الحالي بتفوق ماري من ذكرياتها، وبتروح على أوضة بيكون فيها شاشات مراقبة لكل مكان في البيت، وبنلاقي ماري خطفت الشخص اللي كان بيطاردها، وبيخرج الشخص ده من شنطة العربية وبيلاقي نفسه محبوس في الجراج، فبيبدأ يدور في الجراج على أي باب يخرج منه، وبيلاقي كل الأبواب مقفولة ما عدا باب واحد، فبيفتحه وبيلاقي وراه سلم، فبينزل من على السلم لحد ما بيوصل للبدروم، واللي بتكون جدرانه كلها عليها صفحات من الجرايد، وبيكون عليها كمان صور ل3 بنات ماتوا. وبنعرف هنا ان الشخص ده مجرم خطير واسمه ديابلو، وهو اللي قتل ال3 بنات دول، ولكن الشرطة ما قدرتش تقبض عليه لان هو ما سابش اي دليل وراه. وبيكون واضح ان ديابلو مختل عقليا لانه بيفضل يبص للصور وهو مبسوط. وفي اللحظة دي ماري بتشغل الشاشة وبتعرض عليها تسجيل لنشرة الأخبار، فبيشوف ديابلو المذيع وهو بيقول إن الشرطة لقت جثث ضحايا ديابلو في أماكن مختلفة، وإن نتيجة التحقيقات بتقول إن ديابلو بيخدر ضحاياه، وبعدها بيخطفهم وبيعذبهم قبل ما يولع فيهم ويموتهم. ده غير إن الشرطة لقت جثة من ضحايا ديابلو لسانها مقطوع ومحطوط في علبة جنب جثتها. وبعدها بتظهر سيلينا رئيسة فريق التحقيقات، وبتقول للصحافة إن ديابلو بيختار ضحاياه طبقا لمواصفات معينة، وهي إن الضحية لازم تكون بنت ويكون شعرها طويل. وفي نفس الوقت ده بتكون ماري شايفة ديابلو على الشاشات، وبتفتح الملف بتاعه وبتتكلم معاه من خلال الميكروفون، وبتقوله إن هو كان بيستخدم هويات مزيفة وقت ارتكاب جرايمه. ده غير إن هو كمان بيقتل البنات اللي بيكون فيهم شبه من أمه. وبتتفاجئ ماري إن ديابلو بيرد عليها وبيشاور لها في الكاميرا، وبيقول لها إن هو هيعذبها قبل ما يقتلها. وساعتها بيشوف ديابلو مفتاح متعلق على الجدار، فبياخده وبيفتح الباب اللي قدامه، فبيلاقي نفسه جوه أوضة بيكون متعلق فيها سلسلة في السقف، وبيكون فيها صور ال3 ضحايا جوه أقفاص صغيرة. فبيفتكر ديابلو ساعتها ضحاياه وهو حابسهم في الأقفاص وبيعذبهم، وبيفوق من ذكرياته وبيقرب من السلسلة لأن دي سلسلة ديابلو لما كان طفل. فبتيجي في باله ذكرى سيئة مع أمه، وبيظهر فيها إن أمه بتشتمه وبتضربه، وبتقوله إن هي نفسها إنه يموت قبل ما يبقى مجرم زي أبوه. وبعدها بيفوق ديابلو من ذكرياته وبياخد السلسلة، ولكنه بيلاقي فيها مفتاح تاني. وفي اللحظة دي ماري بتشغل شاشة تانية وبيظهر فيها أخت واحدة من الضحايا، وبتكون حزينة جدا بسبب موت أختها، وبتقول لديابلو إن أكيد هيجي يوم وحد هيلاقيه وهيخليه يدفع تمن جريمه اللي هو ارتكبها. وساعتها بتفتكر ماري اليوم اللي هي قالت فيه لبنتها إن هي هتعمل عملية جراحية، وقالت لها إن هي اتفقت مع جراح كبير هيعمل لها العملية، وطمنتها إن هي بعد العملية هتقدر تمشي على رجليها. وفرحت كيلي ساعتها وحضنت أمها وشكرتها. وبتفوق ماري من ذكرياتها على ديابلو وهو بيستخدم المفتاح اللي معاه، وبيفتح بيه أوضة تانية في البدروم، والمرة دي ديابلو بيلاقي نفسه جوه أوضة ضيقة وبيكون فيها مواسير بيخرج منها بخار سخن. فبتتكلم معاه ماري وبتفكره إن الضحية رقم 2 هربت منه، ولكنها ماتت في مكان مليان مواسير فيه بخار زي المكان ده. فبيهرب ديابلو من الأوضة دي بسرعة وبيدخل من فتحة صغيرة في جدار الأوضة، وبعدها الفتحة دي بتتقفل، وبيلاقي نفسه جوه زنزانة صغيرة وبيشوف قدامه تمثال صغير، فبيقرب منه وبيكتشف ديابلو إن التمثال ده هو نفس التمثال اللي موجود على قبر
أمه. وفجأة بتخرج نار شديدة من فتحات في أرض الزنزانة، فبيتحرك بسرعة علشان يتفاداها. وساعتها بيشوف غطا حديد تحت الترابيزة اللي عليها التمثال، فبيفهم إن اللي تحت الغطا ده فتحة ممكن يهرب منها، فبيجري بسرعة وبينزل تحت الترابيزة وبيفتح الغطا وبيقع جوه أوضة تانية تحت الزنزانة. وفي الوقت ده جارة ماري بتتصل بيها وبتقول لها إن في بريد وصل لها، فبتقول لها ماري إن هي مشغولة ومش فاضية، ولكن جارتها بتصمم برضو إن ماري تخرج وتتكلم معاها، وبتقول لها إن هي بقالها فترة طويلة بتتصرف تصرفات غريبة ودايما بتحبس نفسها في البيت وما بتخرجش نهائي، وبتقول لها إن هي خايفة وقلقانة عليها، وبتعرفها إن هي لو ما خرجتش دلوقتي هتتصل بالشرطة. لكن ماري بتتجاهلها وما بتردش عليها وبتنهي المكالمة، فبتتعصب جارتها وبتقرر إن هي تتصل بالطوارئ، وبتقول لهم إن هي شاكة في تصرفات ماري، لكنها بتتفاجئ إن الموظفة بتقول لها إن هي من الأشخاص المزعجين، وده لأن هي دايما بتتصل بيهم لأسباب تافهة ومش مهمة، وعلشان كده الموظفة مش بتهتم ببلاغها وبتنهي المكالمة. وبعدها ماري بتكون متوترة بسبب مكالمة جارتها، وبتروح تقف قدام صورة بنتها. وبنرجع بالزمن لورا، وبيظهر إن كيلي عملت العملية وبتقدر تمشي على رجليها بشكل طبيعي، وبتكون كيلي خارجة علشان تتمشى لأول مرة من غير ما تستخدم العكاز، وبتكون متحمسة جدا لدرجة إن هي بترفض إن أمها تخرج معاها، وبتقول لها إن هي خلاص تقدر تعتمد على نفسها. وبالليل بيكون رجال الشرطة حوالين مكان معين حصلت فيه جريمة قتل، وبتوصل ماري وهي منهارة وبتكون عاوزة تدخل للمكان ده، ولكن الشرطة بتمنعها. وبنعرف هنا إن كيلي بنت ماري اتقتلت، وإن اللي قتلها هو المجرم اللي قتل الثلاث بنات اللي قبلها، وده لأن كيلي ماتت بنفس الطريقة اللي مات بيها الثلاث بنات. وتاني يوم بتكون ماري في مكتب سيلينا رئيسة التحقيقات، وبيظهر إن سيلينا متعاطفة جدا مع ماري، وعلشان كده بتوريها ملف التحقيق الخاص بقضية ديابلو. وساعتها بتلاقي ماري جوه الملف تركيبة المخدر اللي بيستخدمها ديابلو في تخدير ضحاياه. وبيجي الليل وماري بتقابل تاجر ممنوعات وبتشتري منه كمية كبيرة من نفس المخدر اللي ديابلو بيستخدمه. وفي الوقت الحالي ماري بتشوف ديابلو وبيكون بيحاول يخرج من الزنزانة من الفتحة اللي في السقف، ولكنه بيتعلق في الفتحة ومش بيعرف يتحرك، فبتروح ماري وبتجيب المخدر وبتحطه في حقنة، وده علشان تحقن بيه ديابلو وتخدره وتقدر تخرجه من الفتحة اللي هو اتعلق فيها. وبعدها بتنزل ماري للبدروم وبتروح عند ديابلو، وبيظهر انه بيمثل ان هو اتعلق علشان يستدرك ماري. وقبل ما ماري تحقنه بالمخدر بينزل من الفتحة اللي هو متعلق فيها وبيهجم على ماري وبيقدر يسيطر عليها، وبيحاول هو يحقنها بالمخدر، ولكن ماري بيكون معاها حقنة تانية فيها نفس المخدر وبتحقن بيها ديابلو في نفس اللحظة اللي هو بيحقنها فيها بالمخدر. وبيقع ديابلو جنب ماري على الأرض وهو تحت تأثير المخدر، وساعتها ماري بتشغل تايمر الساعة اللي في ايديها. وبنرجع بالزمن لورا وبنشوف ماري على سريرها بعد ما حقنت نفسها بالمخدر، وده لأنها بتكون عاوزة تعرف تأثير المخدر، وكمان عايزة تعرف الوقت اللي بيفضل فيه جسمها تحت تأثير المخدر. وبتكتشف ماري ان هي بتفضل لمدة 40 دقيقة تحت تأثير المخدر. وتاني يوم ماري بتروح لسيلينا وبتتكلم معاها بخصوص ديابلو، وساعتها سيلينا بتخرج علشان تتكلم مع حد من زمايلها، فماري بتستغل الفرصة وبتحط فلاشة في الكمبيوتر بتاع سيلينا علشان تقدر تخترق الجهاز في أي وقت. وبتدور ماري في مكتب سيلينا لحد ما بتلاقي بطاقة هويتها، فبتاخدها وبتحطها في جيبها بسرعة من غير ما حد ما ياخد باله منها. وبالليل بتشغل ماري الفلاشة على اللاب بتاعها وبتقدر توصل لكل المعلومات اللي موجودة عند الشرطة عن ديابلو. وتاني يوم بتنتحل ماري صفة سيلينا وبتروح على قسم الأرشيف في مركز الشرطة، وبتقدر ان هي تخدع الموظف اللي هناك، وبتدخل الأرشيف وبتبدأ تدور على ملف ديابلو لحد ما بتلاقيه وبتطلع منه الخرائط اللي موجودة جواه. وبتقدر ماري ان هي توصل لمكانه، لكن لما ماري بتروح المكان ده بتكتشف ان هو مكان قبر أم ديابلو. ووقتها ماري بتلاقي السلسلة بتاعة ديابلو متعلقة على التمثال اللي موجود على القبر. وفي اليوم اللي بعده بتظهر ماري في التلفزيون وبتفضل تشتم في ديابلو وبتستفزه علشان يطاردها. وفي الوقت الحالي تأثير المخدر بيبدأ يقل في جسم ماري، فبتتحرك بسرعة وبتمسك الخنجر وبتحاول ان هي تقتل ديابلو، لكنها بتتفاجئ ان هو بيقدر يتحرك هو كمان وبيتفادى ضربتها وبياخد منها الخنجر، فماري بتوقعه على الأرض وبتهرب من الأوضة. وبتفضل ماري تتحرك بصعوبة بسبب تأثير المخدر لحد ما بتقدر توصل لباب البدروم، وقبل ما تخرج منه بتلاقي ديابلو وراها وبيقدر يلحقها قبل ما تقفل الباب عليه. وساعتها ديابلو بيزق ماري وبيخرج وراها وبتشتبك ماري معاه في خناقة جامدة، فبتضربه جامد وبتهرب. وفي اللحظة دي بيكون روب مع سيلينا قدام الباب، وبنعرف هنا ان جارتها اتصلت بروب وعرفته ان ماري قافلة على نفسها وما بتردش عليها وشك ان في حاجة مريبة بتحصل. وساعتها بتقرب سيلينا ناحية الباب وبترن الجرس، واول ما ماري بتسمع الجرس بتاع الباب
بتجري على القفل الإلكتروني وبتحط إيديها عليه وبتفتح الباب لسيلينا، وساعتها دايابلو بيهجم على ماري وبيضربها وبيسيطر عليها، ولكنه بيلاقي سيلينا قدامه بترفع عليه السلاح فبيرمي عليها ماري وبيقعوا كلهم على الأرض. فبتتحرك ماري بسرعة وبتمسك الخنجر علشان تطعن دايابلو، لكن دايابلو بيمسك إيديها وبيخليها تطعن سيلينا، وبيمسك مسدس سيلينا وبيحاول يضرب ماري، لكن ماري بتاخد منه المسدس وبتفضل تضربه على دماغه لحد ما بيغمى عليه. وفي اللحظة دي بيدخل روب عليهم وبيتصدم من اللي هو بيشوفه، فبتطلب منه ماري ان هو يحط ايديه على جرح سيلينا، وبعدها سيلينا بتتصل بمركز الشرطة وبتعرفهم باللي حصل. وفي نفس الوقت ماري بتربط دايابلو وبتسحبه وبتنزل بيه على القبو، وهناك بتحطه على سرير وبتربطه فيه، ووقتها دايابلو بيفوق وبيلاقي قدامه شاشة عرض وبيظهر فيها صورته وهو طفل مع امه وابوه، ولكن وش ابوه ما بيكونش باين في الصورة. فماري بتقوله ان هي عرفت ان هو قتل امه، وده لان هي رجعت كل ملفاته النفسية وتاريخ مرضه، وبتقوله كمان ان هو ورث مرضه النفسي عن ابوه، وبتشرح له ان هي قدرت توصل لحاجة الشرطة ما قدرتش توصل لها، وهي ان دايابلو بيحب يستخبى عند المقابر، وعلشان كده هي ظهرت في التلفزيون وشتمته علشان تستفزه، وفضلت تروح عند المقابر كل يوم لحد ما جه اليوم اللي هي استدركته فيه وقدرت تقبض عليه. وبعدها ماري بتقوله ان هي هتموته بنفس الطريقة اللي موت بيها بنتها، وبتقرب منه وبتمسك لسانه وبتقطعه، وبعدها بتطلق بنزين على جسمه كله وبتولع فيه، وبتسيبه ماري وبتخرج بعد ما انتقمت لبنتها، وبترجع لسيلينا وروب وبتقول لهم ان هي قتلت دايابلو. وساعتها بتوصل قوات الشرطة وبتقول لهم سيلينا ان دايابلو هجم على ماري وان هي حاولت تدافع عنها، ولكن دايابلو طعنها وهرب. وفي اليوم اللي بعده بتذيع نشرات الأخبار خبر موت دايابلو في ظروف غامضة، وبيقولوا إن في إشاعات بتقول إن في واحدة من أمهات الضحايا هي اللي انتقمت منه وقتلته. وبيخلص الفيلم، ولو عجبك الفيلم اعمل لنا لايك واكتب لنا رأيك في الكومنتات.